بيقول لك مفيش فلوس ببلاش، وده معظم الوقت بيكون صح. وعشان كده دايما بنقول ان انت لو عايز تروح تتكلم مع انفستور لازم يكون عندك منتج انت بالفعل جربته ولقيت عليه ديماند. ولكن في بعض الاحيان في ناس بتشتغل على منتجات بطبيعتها محتاجه راس مال كبير في الاول. تعال نقول مثلا ان انت بتصنع روبوت زراعيه، في الحاله دي انت هتبقى محتاج راس مال كبير في الاول عشان اصلا تعرف تبني الحاجه اللي هتعمل لك الفاليديشن. هنا لا، بيبقى ليك فعلا مصدر الفلوس اللي ببلاش، ودي بتكون الجرانتس، المنح والكومبيتيشنز، المسابقات. المنح دي هي الفلوس اللي في جهات تنمويه بتطلعها للشركات اللي بتشتغل على منتجات ليها اثر مجتمعي، زي مثلا البيئه، الطاقه او التوظيف. والمنحه دي بتكون عاده رقم صغير بس هيقدر يساعدك ان انت يبقى عندك السيد ماني او المبلغ المبدئي اللي تقدر تكون بيه شركتك. اما بالنسبه للكومبيتيشنز فتقدر تلجا لحاجه مثلا زي هالت برايز، اللي برضو بيدوا فلوس للمشاريع اللي بتشتغل على مشاكل مجتمعيه حقيقيه. فلو انت بتبني منتج او خدمه ليها اثر مجتمعي تقدر تدور على المنح والكومبيتيشنز دي بسيرش بسيط، او ان انت توسع نطاق النتورك بتاعتك وتعمل فولو للناس الصح زي مثلا GIZ او المؤسسات المماثله، عشان تعرف المنح دي بتنزل امتى وازاي تقدر تقدم عليها.